في لحظة كده كل أب وأم بيخافوا منها، اللحظة اللي تبص فيها لابنك وتقول له: وأنا ابني ماله؟ قاعد بالساعات على الموبايل، مش عايز يتكلم، مش عايز يتحرك، مش عايز يعمل حاجة. ولو طلبت منه حاجة يقول لك بعدين، لو سألته نفسك في إيه يقول لك مفيش. وتبدأ تقلق، تقارن نفسك كمان بيه زمان وتقول: احنا ما كناش كده على فكرة في سنه، احنا كنا بنلعب، بننزل، بنتكلم، بنعمل حاجات بإيدينا. والجيل ده ماله؟ لكن السؤال الحقيقي مش ابني ماله، لكن السؤال الحقيقي ابني محتاج ايه. لان ساعات احنا بنبص للمراهق ونشوف الكسل وهو شايف نفسه مش عارف يعمل ايه، بنشوف العند وهو يمكن مش عارف يعبر لنا هو عايز ايه، نشوف انه ضايع ويمكن هو بس عايز حد يكتشف ايش نسبة الشطارة اللي فيه. اصعب حاجة ممكن تكون او تحصل للمراهق مش انه يفشل، ولا انه يجيب درجات قليلة، ولا انه حتى يحتار في مستقبله. اصعب حاجة انه يكبر وهو مقتنع انه مش شاطر في حاجة، مش عارف حاجة، يعني مش شايف نفسه في حاجة. من فترة كده قابلت حالة خلتني افكر في الموضوع ده كتير. مراهق عادي جدا، طبيعي جدا، مدرسة، دروس، موبايل، أوضة، مساحة صغيرة جدا ما بين النوم والمذاكرة والشاشة. الأهل كانوا شايفين إنه لازم يتشد عليه شويتين، يتحمل المسؤولية، يبطل كسل، يبطل يقعد على الموبايل كتير، ويبقى عنده هدف. لكن محدش كان سأل السؤال اللي أنا شايفاه أهم سؤال: هو أصلا عنده حاجة يحبها أو حاجة يعملها؟ حاجة لما بيعملها بيحس إنه كويس؟ حاجة تخليه يقول: أنا بعرف أعمل دي، أنا بحب أعمل دي. لأن إحساس المراهق إنه مميز في حاجة مش رفاهية أبدا، ده جزء كبير من تكوين شخصيته. هو في السن ده بيبدأ يسأل نفسه من غير ما يقول: هو أنا مين؟ وأنا ممكن أكون شاطر في إيه؟ وأنا أقدر أعمل إيه؟ هو أنا ليا قيمتي فين؟ مشكلة إن إحنا أوقات بقى بنجاوب على السؤال ده بدل منه ونقول: على فكرة أنت شاطر في الدراسة، أو لازم تبقى شاطر في الدراسة، لازم تدخل كلية كويسة، لازم تجيب مجموع كبير، لازم تبقى مهندس، لازم تبقى دكتور، لازم تتعلم لغة، لازم يبقى عندك زي ما فلان عنده، لازم تبقى شايف نفسك زي فلان. لكن قليل جدا لما بنسأله وبنقول له: انت بتحب تعمل ايه؟ ايدك بتعرف تعمل ايه؟ خيالك بيوديك لفين؟ ايه الحاجة اللي انت لما بتعملها الوقت بيجري منك وانت مبسوط؟ وهنا بدأت أفكر: احنا ليه بنعتبر الأعمال اليدوية البسيطة حاجة بسيطة؟ ليه لما ابننا يمسك خشبة ومسمار ويبدأ يعمل حاجة بإيديه بنقول له: سيبك من اللعب ده وروح ذاكر لك كلمتين؟ ليه بنعتبر النجاح لازم يبدأ من كتاب، مع انه ممكن يكون موهبة كاملة تكون مستخبية في ايد طفل؟ ممكن واحد مثلا مش بيحب يقعد على المذاكرة كتير بالساعات، يعني زي ما احنا بنقول، بس بيبقى عنده خيال هندسي مذهل. ممكن بنت مش متفوقة في مادة معينة لكن بتبقى مبدعة جدا في التصميم. ممكن مراهق الناس شايفاه مش بيعمل حاجة، بس هو بس محتاج حد يقول له أو يفتح له الباب ويقول له: أنت شاطر في إيه؟ جرب، اغلط، افشل، عيد، واكتشف أنت قادر تعمل إيه. لأن أول مرة المراهق بيعمل حاجة بإيديه وتطلع حلوة بيحصل جواه حاجة كبيرة، مش مجرد قطعة خشب اللي احنا بنتكلم عليها. بيبدأ بيقول لنفسه: أنا أقدر. والجملة دي ممكن تغير إنسان، لأنه بيصدق هو إن هو يقدر. بيبدأ يجرب، واللي بيجرب بيتعلم، واللي بيتعلم بيكتشف نفسه، واللي بيكتشف نفسه بيبدأ يبني مستقبله. وعشان كده أنا شايفة إن دورنا مع المراهق مش إننا نملى وقت وخلاص، مش الهدف إن احنا نبعده عن الشاشات أو نبعده عن الموبايل ساعتين ثلاثة، ولا إننا نلهيه بأي نشاط وخلاص. الهدف أعمق من كده بكتير، إننا نساعده يكتشف نفسه قبل ما الدنيا تعرفه بنفسها، قبل ما السوشيال ميديا يقول له: شكلك لازم يبقى كده، وقيمتك في عدد اللايكات اللي انت بتاخدها كل يوم، وقبل ما اصحابه يقولوا له: انت لازم تبقى زي فلان، وقبل ما المجتمع يقول له: نجاحك هو مجموعك. ممكن نديله فرصة يمسك خشبة، يرسم، يصمم، يفك، يركب، يغلط، يبوظ، ويبدأ من جديد. مش عشان يبقى نجار ولا عشان كل مراهق لازم يتعلم حرفة، لكن عشان يتعلم حاجة أهم وأخطر بكتير: إنه قادر يعمل حاجة من الصفر. وده ممكن واحد من أهم الرسائل اللي احنا محتاجين نوصلها لأولادنا النهاردة: إنك مش لازم تكون أحسن واحد في الفصل عشان تبقى مميز، مش لازم تبقى شبه حد عشان تبقى ناجح، مش لازم تعرف مستقبلك وانت لسه عندك 16 سنة، لكن لازم تبدأ تكتشفه بنفسك، تجرب وتعرف انت بتحب ايه، ايه اللي ايدك تعرف تعمله، ايه اللي عقلك يعرف يخلقه، ايه اللي يخلي عينيك تلمع وانت بتتكلم عنه.
لأن يمكن الحاجة اللي احنا شايفينها مجرد هواية تكون أول خيط في شخصية كاملة لسه بتتكون. يمكن الشاب اللي احنا كل يوم بنقول له قوم اعمل حاجة تنفعك بدل القعدة اللي انت قاعد فيها دي يكون فعلا مستني حد يقول له تعالى نجرب سوا. وده اللي خلاني النهارده عايزه افتح معاكم حكايه مختلفه تماما، حكايه عن المراهق اللي محتاج اكتر من درجات، اكتر من نصايح، اكتر من شد حيلك، اكتر من كلمه يلا اعمل حاجه مفيده. محتاج حد يشوف حاجه هو نفسه لسه مش شايفها، محتاج مساحه يجرب فيها من غير ما حد يخوفه من الفشل، محتاج حد يساعده يكتشف ان جواه اكتر بكتير من ما هو متخيل.